السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي وحبايبي، لو بتشوفوا قناتنا لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانتم حبايبي اللي متابعيني ما تحرمش منكم أبدا أبدا، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب. صباح الخير، صباح الهنا، صباح الرضا، صباحكم معطر بذكر الله، صباح الخير والشتاء الجميل ده، المطر الحلوة ديت، المطر الكتير والرزق الوفير والخير الكتير من عند رب العالمين. اللهم اجعلها صيبا نافعا يا رب العالمين، وارزقنا وارزقكم وارزق كل مشتهي الذريه الصالحه، وينصر اخواتنا في فلسطين. اللهم امين. اللهم يا رب كده تجعلوا مطر الخير مطر البركه على المسلمين اجمعين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا يبارك لكم يا رب ويبارك لنا ويصلح حالنا وحالكم واحوال المسلمين في كل مكان. قولوا امين. اسف علشان صوتي بس شويه برد كده. ربنا يبارك لنا في عمركم يا رب، احسن اخوات في الدنيا كلها. تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميله، دايما منورين ومشرفين. ادعوا يا جماعة في المطرة ديت وربنا إن شاء الله يستجاب لنا وليكم. اللهم آمين. ويقوي إخواتنا الفلاحين، زي ما انتم شايفين كده بهدلة ومرمطة في المطر ديت والطينة والشتاء وكده، يعني إيه، الله يقوي عبيده يا رب، ربنا يقوي عبيده ويعينهم. اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده ده حال الفلاحين يا جماعة. عربية برسيم كده وشوية تبن وحاجات كده عشان أكل البهايم. الناس اللي تسأل انت عندك ارض ملك، لا يا جماعة انا ما عندناش ارض ملك، ده الارض كده بالايجار، بتبقى يعني بتاعت ناس وبيأجروها للفلاحين اللي هم ما عندهمش ارض، وبيدفعوا الايجار بتاعها كل سنة، يا اما بياخدوا منهم محصول يا اما بياخدوا منهم فلوس كل سنة. فربنا يبارك لنا يا رب ان شاء الله ويبارك لكم. فطبعا احنا واخدين الارض دي بالايجار علشان نوكل منها يعني المواشي وكده. اللهم صل على النبي. احنا كان عندنا اللي هي المواشي اللي اتسرقت كنا برضو بنوكلها من نفس الأرض ديت، والحمد لله على كل حال، منهم لله. بس الحمد لله طبعا احنا اتورطنا في سداد الفلوس 50,000 طبعا، و50,000 مبلغ كبير بالنسبة لينا. لأن ربنا الأعلم الحكاية ماشية ازاي، والحمد لله على كل حال، فضل ورضا من عند ربنا. وطبعا كانت صدمة جامدة ليا ولجوزي، وبصراحة ولحد دلوقتي والله. لأن هي بصراحة كانت خبطة كبيرة يعني، بس الحمد لله صحته بالدنيا بحالها. ربنا يبارك لي فيه ويبارك لي في ابني وأولادي كلهم يا رب، ويبارك لكم في أولادكم وفي كل حبايبكم. الفلوس إن شاء الله تتقدر وربنا يقدر إن شاء الله ونسدها. لكن البني آدم لما بيروح ما فيش حاجة بترجع تعوضه. أما أي حاجة تانية بتتعوض يا جماعة مع الوقت، لكن البني آدم لما بيروح ما فيش أي حاجة في الدنيا بتعوضه. فربنا يبارك له ويبارك لهم يا رب ويدوهم الصحة ويعيشوا ويسدوا، وإن شاء الله ربنا هيعوض علينا، وأملنا في ربنا كبير إن هو يعوض علينا ويخلفنا باللي أحسن منهم إن شاء الله. الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، والخير فيما اختاره الله. والحمد لله. يعني هو بيقعد يقول أنا عمري ما أذيت حد، وعمري ما خدت حاجة من حد، ولا عمري عديت على حاجة حد، وزعلان يعني إن هو عمره ما عمل حاجة رضية في حد ويتعمل فيه كده. قلت له هو الحرامي لما بيجي يسرق مش بينقي الكويس ولا الوحش، ما بتفرقش معاه، هو بياخد ويمشي وخلاص. مش بيدور، يعني مش هيدور عليك ان انت كنت كويس فعشان كده مش هيسرقك. لا، هو عايز يسرق وخلاص، وعايز يجيب فلوس وخلاص بأي طريقة. مش مهم تكون من مين او تكون من واحد على قد حاله او معاه، لا، ما سبحان الله. وكمان ما بيجوش الا اللي هو على قد حاله، يعني بيبقى ناس كتير عندها وربنا مديها، فما بيقربولوش لحاجتهم، وبيقربوا اللي هو الشقيان اللي هي حاجة مش بتاعته وبيوكلها علشان خاطر ربنا يكرمه منها ويطلع كده منها بفلوس يعني يسد بيها حاجة عليه. يعني طبعا احنا كنا املنا في ربنا كبير ان هم يكبروا كده وبنوكلهم علشان طبعا اللي يطلع لنا منهم نسد بيه الفلوس بتاعتنا اللي احنا كنا عاملين بها الصبة وبنينا بها الشقة بتاعت ابني وكده. بس الحمد لله ما حصلش نصيب، يعني بقى علينا فلوس الشقة وكمان علينا فلوس البهايم اللي اتسرقت. الله يسامحهم. بس الحمد لله على كل حال، أهم حاجة الصحة. وقلت له صحتك بالدنيا بحالها، يعني انت لما تبقى موجود هتعيش وتعمل غيرهم، لكن انت لو قدر الله جرالك حاجة ما فيش أي حاجة في الدنيا هتعوض. فربنا يقوي يا رب. وهي بصراحة يعني قطعة فيه جامد، بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، وربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا رب.
الحمد لله. زي ما أنتم شايفين كده هو طبعًا نزّل البرسيم كمان جاب تبن، وزي ما أنتم شايفين أدي واحد فلاح كمان أهوّة جايب رَدّة كده للبهايم بتاعته، والناس يا عيني إيه على آخرها، فربنا يقوي كل واحد يا رب على اللي حاله وعلى اللي هو فيه. جاب لي طبعًا معاه خضار أهوّة، وكمان جايب لي المشمّع، وهنشوف جايب لنا معاه إيه كمان. ده المشمّع يا جماعة اللي أنا هاعمله على العِشّة بتاعة الفرن، وجاب لي هنا كمان إيه، جاب لي هنا اللهم صل على النبي موزاية حلوة كده. بسم الله ما شاء الله شايفين لونها لسه أخضر كده زي ما أنتم شايفين لسه قاطعها دلوقتي. فأنا طبعًا بقى إيه، لازم إن أنا آخُدها كده أكمُرها. في الصيف بتصفَر بسرعة لوحدها من غير كَمْر من غير أي حاجة، بس في الشتا ده لازم إن أنا ألفّها وأكمُرها علشان خاطر تصفَر معايا وبيبقى طعمها جميل، ولمّا تصفَر إن شاء الله هاورّيها لكم هتبقى عاملة إزاي. هي مش كبيرة بس حلوة أوي وفضل ورضا من عند ربنا، حاجة كده زي الفل ما شاء الله. الحمد لله على كل حال، وربنا قادر يعوّضنا ويعوّضكم يا رب ويزيدنا ويزيدكم من فضله ويوسّعها علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. شايفين ده كمان بقى جايب له كزبرة وجرجير، الحمد لله على كل حال. هنعمل إيه بقى، حتّة بطانية عندي كده وهالِف فيها المُزاية بتاعتي كده علشان خاطر أدفّيها كده وأكمُرها علشان تصفَر كده وتبقى حلوة كده، نشوفها إن شاء الله هتبقى عاملة إزاي. ده عندي حتّة بطانية قديمة كده كنت أنا يعني كانت بطانية ودابت، فأنا قطعتها كده، أخدت منها الحتت السليمة. بافرشها طبعًا في أرضية المطبخ أي حاجة، بس ديّة أنا كنت غاسلاها وعايناها، فجِبتها بقى إيه لفّيت فيها المُزاية بتاعتي كده. اللهم صل على النبي، يعني ديّة صغيّرة ساعات بنجيبها بتبقى كبيرة عن ديّة، بس حلوة أوي فضل ورضا، المهم إن إحنا ناكل منه وندوقه. حلو أوي، كل اللي يجيبه ربنا خير يا جماعة، أهم حاجة الستر والصحة، وربنا يديم علينا نعمة الستر والصحة إن شاء الله، وعلينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. هاحطها بقى في الشكارة ديّة كده وهاربط عليها وأحطها بقى في مكان دافي كده علشان تصفر بسرعة. هو بصراحة في الشتا ما بيحتاجش اللي أنا عملته ده كلّته، في الصيف قصدي ما بيحتاجش اللي أنا عملته ده كلّه، لكن في الشتا طبعًا بيعوز كده. طبعًا بقى بعد الجو الشتا ده والطينة والبهدلة ديّة كان لازم أعمل حاجة تدفّيهم. أنا بصراحة باحب في يوم الشتا ده أعمل عدس، بس قُلت بقى إيه، عدس امبارح والنهارده نعمله بقى النهارده شوية مكرونة كده حلوين كده يدفّوهم. طبعًا طول النهار في الطينة وطول النهار بيشيلوا برسيم وبيحطّوا وبيعملوا، فتعبوا وربنا يقوّيهم ويعينهم يا رب. عملت شوية مكرونة زي ما أنتم شايفين حلوين مفرفرين كده يستاهلوا بُقُّكم، وكمان عملت لهم معاهم جنبهم شوية شوربة. أنا بصراحة مش باحب أكتّر الشوربة يا جماعة، باحب شوية الشوربة بتوعي يكونوا ملمومين زي ما أنتم شايفين كده، على قد بس إيه، وقتهم كده عشان خاطر تبقى مركّزة وطعمها حلو. وكمان فرخاية صغنّنة حلوة كده بألف صحة وهنا على قلوبنا وعلى قلوبكم يا رب. أتمنى ما تنسونوش في لايك وشير للفيديو، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن أخوات في الدنيا كلّها، مع السلامة.